لإمتى هتفضل تقول أنا مش قدها؟ لإمتى هتفضل تقول أنا ماشي جنب الحيط؟ لإمتى هتسيب الخوف هو اللي بيتحكم في كل قرار في حياتك؟ اسمعني كويس، كفاية. اللعبة دي لازم تنتهي دلوقتي. اللحظة اللي بتحس فيها إنك أقل من غيرك هي اللحظة اللي بتدمر فيها كل فرصة ممكن تجيلك. الكلام ده مش هزار، وده مش مجرد إحساس، ده واقع مؤلم أنت بتعيشه كل يوم. الخوف من الفشل هو أكبر وهم في حياتك. الخوف ده هو اللي بيخليك رافض تبدأ أي حاجة جديدة أو تجرب أي فرصة ممكن تغير مستقبلك. الثقة بالنفس مش مجرد كلام، الثقة بالنفس هي سلاحك الحقيقي في الحياة. عشان نبني الثقة بالنفس لازم نلتزم بقواعد صارمة جدا. طبقها من بكرة وصدقني حياتك هتتغير. القاعدة الأولى: انسى الماضي بكل أخطائه، ماضيك مجرد درس عشان تتعلم منه. عيش اللحظة دي بس وركز على اللي هتعمله النهاردة. القاعدة التانية: احتفل بأصغر إنجاز، مش لازم تحقق حلم كبير عشان تفرح. لما تنجز أي حاجة صغيرة كافئ نفسك، النجاح الكبير بيتبني من إنجازات صغيرة. القاعدة التالتة: ابعد عن الناس السلبية، الناس اللي دايما بتقلل منك أو بتخليك تحس إنك مش كفاية، دول سم في حياتك، ابعد عنهم فورا. القاعدة الرابعة: اتقن شيء واحد، اختار حاجة واحدة بتحبها وركز عليها لغاية ما تبقى أفضل واحد فيها. الإحساس بالتميز في شيء معين بيدي ثقة بالنفس ملهاش وصف. رسالتي الأخيرة ليك: أنت تستحق النجاح والسعادة، مش عشان أنت عملت حاجة، لأ، عشان أنت موجود. لازم تؤمن بنفسك وتقف عن انتظار الإذن من أي حد عشان تبدأ تعيش. قرار التغيير في إيدك أنت ومش في إيد أي حد تاني. ابدأ من دلوقتي، أنت تقدر، أنت قدها. قولوا لي عملت إيه في التعليقات، والسلام عليكم.